يا مساء الهنا والسعادة عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جامد جدا، وأكيد طبعا كلنا من عشاق الكفتة المشوية، كفتة الحاتي. هنعمل مع بعضينا الكفتة بطريقة سهلة وبسيطة، وهنضاعف الكمية وهنفضل نص كيلو لحمة. هنعمل أكبر كمية من الكفتة. تمام، بس ما تنسوش بقى يا بنات في بداية الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للأول مرة يشوف قناتي، تشجيعا ليا عشان انزل لكم كل جديد، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي حاجه انزلها. تمام، انا معايا نص كيلو من اللحمه، معايا نص كوبايه من البرغل، معايا بصلتين، معايا حبايه من الطماطم. يلا بقى نجيب الكبه بسرعه بسرعه. اول حاجه هبتدي اللي انا البصلتين كده اقطعهم واحطهم في الكبه. هنعمل اكبر كميه من الكفته يا بنات، كفته اقتصاديه وهتقعد معانا يعني مرتين واحنا بناكل من من الكفته. تمام، هجيب بقى الخلاط، نبتدي اللي احنا نفرم البصل. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، ومكونات سهله وبسيطه. بس بقى عايزاكم ان انتوا تكملوا الفيديو لغايه الاخر على اساس تشوفوا بقى منظر الكفته. هنعمل الكفته مش كفته بس، ده احنا كمان هنعمل يعني خضار كمان هنشويه مع الكفته. بس تابعوا الفيديو لغايه الاخر وهتشوفوا كل حاجه سهله وبسيطه وبمقادير مظبوطه. تمام، طبعا انا ببتدي ان انا بقطع في الطماطم كده وبنزلها زي ما انتوا شايفين عشان تتفرم. يعني كمان مش هنعمل الكفته بس، الكفته ولا هتفك منك ولا هتفرول منك ولا اي حاجه، بالعكس هتبقى متماسكه، وهتشوفوا قدامكم كل حاجه قدامكم في الفيديو. تمام، انا كده فرمت البصل مع حبايه من الطماطم. تمام، فرمتهم زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريكم الخليط اهو زي ما انتوا شايفين فرمتهم. دي اول خطوه معانا. نبتدي بقى الخطوه التانية. انا معايا البرغل اللي هو نص كوبايه من البرغل، طبعا كنت نقعته وصفيته. كمان هنفرم كمان البرغل. تمام، ببتدي ان انا بنزل بيه في الكبه كده وهنفرم البرغل زي ما انتوا شايفين. انا بنزل بالكميه واحده واحده. دي اكله بسيطه وسهله، وكمان هتغنيكي اللي انت تعملي اي حاجه جنبها. طبعا انا فرمت البرغل، هبتدي بقى اللي انا بنزل بالخليط اللي هو بتاع البصل والبصل اللي انا فرمته. زي ما انتوا شايفين انا كده فرمت البصل والطماطم والبرغل مع بعضيهم لغايه ما بقى زي ما انتوا شايفين كده كلهم مع بعضيهم. معايا بقى اللحمه كمان، هنفرم اللحمه مش هنسيبها كده، هنفرم كمان اللحمه في الكبه. تابعوا الفيديو لغايه الاخر بجد هتستفادوا منه كتير. ببتدي بقى طبعا ان انا بنزل بكميه اللحمه وهفرم معايا بقى دي ليا، يعني بشرت حته كده من الليا على دهنه يعني اللي متاح عندك. بص انا كده بفرم اللحمه زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا كده فرمت اللحمه، وهبتدي بقى طبعا ان انا بنزل باللحمه كده زي ما انتوا شايفين اتفرمت معايا كده. تحس ان هي بقى ليها يعني، بصي تحس ان هي بقى ليها يعني، بص شايفين منظرها عامل ازاي، بس هي ليها عرق كده. تمام، انا كده بقى بنزل بكميه اللحمه اللي انا فرمتها. هنضاعف اكبر كميه من الكفته يا بنات. بص زي ما انتوا شايفين منظرها عامل ازاي. معايا التوابل بقى بتاعتي، معايا بابريكا، معايا توابل كفته، معايا كمون، معايا قرفه، معايا فلفل اسمر، معايا بصل توم بودره يعني، وبصل بودر، ومعايا ملح. هبتدي بقى طبعا اللي انا اقلب كله في بعضه، اقلبي كله في بعضه كده زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي اللي انا بقلب كله في بعضه، هتطلع معانا كفتة جامدة مفيش بعد كده، وهتطلع كفتة هتعجبكم جدا. معايا بقى البيكنج باودر، هنزل بقى بمعلقة ممسوحة او نص معلقة من البيكنج باودر صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى برضو اللي انا اقلب كله في بعضه كده، وتعجيني على قد ما تقدري. اعجني اعجني اعجني، بصوا اكنكم بتعجنوا عجينة. اعجنوا كله الخليط مع بعضه. انا طبعا معايا بقى فلفل اسمر على حطيته على البصل والبرغل وشوية من الملح. بطعم طبعا البصل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، وقلب قلب 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 في بعضه كده، وانزل بقى بالخليط ده كله على على اللحمة. تمام، وبرضو يعني بعد ما نزلت بقى اعجني 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 لغاية ما تحس كله يعني كله دخل في كله كده، يعني تحس البصل مع اللحمة بقى حاجة واحدة.
قلبي قلبي واعجني اعجني على قد ما تقدري اعجني، خلي كله يتلم مع بعضه كده يبقى حاجة واحدة. بصوا ما شاء الله الكمية بقت عاملة ازاي. طبعا يلا بقى بينا على الصينية الجبارة اللي قدامكم. يا لهوي بقى، شرايح من الطماطم على شرايح من البصل يا بنات، على شرايح من الفلفل، على شوية ملح، نزلت على شوية ملح، على شوية كمون، اديها اديها يا معلم ما تحرماش، وشوية من الفلفل الاسمر. عايزة بقى تقطعي شرايح بصل برضو مفيش مانع، شوية بقى من الماجي زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو نزلت بايه بشوية من السكر يعني زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. قلب قلب، ربع كوباية من المية متكتريش، ومعلقتين من الزيت كده او معلقة. تمام زي ما انتوا شايفين كده بقى، ده الخضار اللي هنحطه تحت الايه، تحت الكفتة. يعني كمان انت مش هتحتاجي ان انت تعملي حاجة جنب الكفتة، يعني بصوا يعني كلها حاجة واحدة كده، يعني بصوا حاجة كوكتيل. قلب قلب كده عشان كله ايه يعني كله يتبل، الخضار كله يتبل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. انتوا لو حابين ان انتوا تضيفوا بصل ضيفوا بصل، بس انا اكتفيت بكده. وحاولوا تكتري طماطم، الطماطم طعمها جميل جدا وهي مشويه. انا قلت لكم ان انا حطيت شويه من السكر. تمام يلا بقى بينا يا بنات، هنصبع معايا شويه من الزيت. يلا بقى هنصبع الايه الكفته. انتوا عارفين الصينيه اللي انتوا شايفينها دي انا عملت منها 2، عملت صينيتين زي دي كده من الكفته. ما شاء الله فضلنا يعني مش قادره اقول لكم، يعني يجي 3 ايام كده ناكل في كفته بقى ايه، وناكل ناكل يعني. تيجي بقى طبعا انا خدت كرة كده وعلى السيخ دوت، السيخ دوت بتاع ايه، بتاع البوتاجاز. اي واحده عندنا بتلاقي دوت عندها في البوتاجاز اللي هي بتشوي عليه، بتصبع عليه الكفته. صبيه على عود، على عود شيش طاووق، تصبيه على قلم، تصبيه على يعني شلمو شفاطه، اي حاجه اي حاجه تصبيه عليها، معلقه. بس دي بيكون موجودة عند اي حد في البوتاجاز يعني. طبعا انا صبعت معاكم اول صباع كفتة، هناخد الصباع التاني. بصوا ما شاء الله، بصوا بصوا زي ما انتوا شايفين. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، مفيش بعد كده ولا هتفك مني ولا اي حاجة، وهتشوفوها بعد ما تستوي هتبقى عاملة ازاي. بس انتوا كملوا الفيديو لغاية الاخر وشوفوا، وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، عايزة اشوف ارائكم. وقولوا لي اي حاجة كده اعملها لكم وانزلها لكم. عايزة احس ان انا معايا حد يا جماعة، عايزة احس ان انا عندي متابعين، عايزة احس ان انا في حد بيتابعني. يلا بقى كده انا عملت تاني صباع. هنعمل الكفتة، هعمل لكم شوية من الصوابع وشوية كمان كفتة مدورة. يعني صينية اعملها كده وصينية اعملها كده. يعني الصينية بصوا الكبيرة كانت ما شاء الله صينية اكبر واحدة في الطقم، هعمليها كلها كفتة. وبرضه هرجع برضه هعمل تاني نفس الخضار دوت في صينية تاني، وبرضه عليها كفتة بس كفتة مدورة على كفتة صوابع زي ما انتوا شايفين. بصوا زي ما انتوا شايفين ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. لا مفيش بعد كده، مفيش كده، قلبي لا يتحمل يا جدعان، قلبي لا يتحمل. بصوا زي ما انتوا شايفين انا كده خلصت اول صينية معاكم عملتها. بصوا هتشوفوا الصوابع دي صوابع كفتة. تمام هعمل صينية كمان برضو، بس ايه من ده على ده، يعني فاهميني. يعني دي اول صينية زي ما انتوا شايفين. بصوا الشكل ايه الجمال ده، لا 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 بجد تحفة، بجد تحفة. بصوا بقى دي تاني صينية برضو نفس النظام، خضار من تحت، بطاطس وشرايح قوطة وشرايح فلفل زي ما انتوا شايفين كده. وعملت برضو الكفتة، عملت كور من الكفتة، وبرضو كام صباع كده من الكفتة. يا جماله يا جماله. ونفس النظام اللي انا عملته في اول صينية عملته في تاني صينية برضو، التتبيلة والحاجات دي كلها كده بقى. طبعا انا دخلتها في الفرن وخدت ايه، بتبتدي ان انت بتقلبيها، يعني اول ما بتاخد اللون كده من وش بتروحي انت قلبها عشان الوش التاني ايه ياخد. بصوا ما شاء الله ماسكه زي نفسها، بصوا ولا بتفك مني ولا لزقت. وكمان الخضار احلى حاجه اللي انت بيبقى الخضار بيبقى متطعم من طعم الكفته زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. زي ما انتوا شايفين الشكل عامل ازاي. لا 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 لا, لا يا جماعه قلبي لا يتحمل. زي ما انتوا شايفين كده هي اتحمرت كمان من الجنب دوت. بصوا منظرها تحفه، ده الكاميرا كمان ظلماها عشان انا عندي الاضاءه مش قد كده يعني. الكاميرا ظلماها يا بنات، الكاميرا ظلماها بجد، ولا فكت مني ولا لزقت. وكمان الخضار استوى، بصوا زي ما انتوا شايفين البطاطس استوت وكل حاجه استوت يعني بجد. وطعمها كان جبار، جميله جدا كده. طبق بصوا طبق كامل متكامل، ما تحتاجيش ان انت تعملوا جنبه اي حاجه. ومعانا بقى الخضره بقى، يلا رش شويه خضره، رش شويه خضره بقى فوق الكفته يا جماله. لا 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 انا كده جعت يا جدعان جعت.
بص شايفين منظر الكفتة مع الخضرة، لا بجد جامدة جامدة جدا. قولوا لي ايه بقى رأيكم. يلا بقى ناخد صباع. بص محمد بيقول لكم، انا عشان كنت ماسكة التليفون بايدي. بصوا بصوا شايفين شايفين ازاي، شايفين منظر الكفتة عامل ازاي. لا 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 لا, لا. بصوا شايفين الهشاشان بتاع الكفتة، احنا كنا بناكل فيه على فكرة. عمالة اقول لكم طعمها جامد جدا زي ما انتم شايفين. ده كان منظر الكفتة بتاعتنا، يا رب تعجبكم ويكون عجبكم الفيديو بتاعنا. وكمان عملنا معاها شوية بطاطس. وده يا بنات كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى بنات اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.